وانت ماشي فجأة قررت تجري، بعد ثواني بتحس بوجع قاتل في جنبك، كأن حد بيغرز فيك سكينة. ليه بقى الوجع ده بيجي؟ وليه بيحصل أكتر لما بنجري أسرع؟ الوجع ده اسمه Side stitch. هو بيجي من حاجة من الاتنين، الحجاب الحاجز بيموت من التعب. الحجاب الحاجز ده هي العضلة اللي بتساعد على التنفس. لما بتبدأ تجري فجأة بيحصل ضغط كبير، خاصة لو كنت قاعد أو ماشي بهدوء قبلها. العضلة بتتشنج وانت بتحس بالوجع ده. والحاجة التانية، المعدة بتشد على الأربطة الداخلية. لو أكلت قبل الجري أو شربت حاجة المعدة بتتمدد، وده بيضغط على الأربطة اللي بتوصلها بالحجاب الحاجز، فبتحس بالوجع أكتر. إزاي بقى نتفادى الموضوع ده؟ أول حاجة لازم تاخد نفس عميق قبل الجري وما تخليهوش سريع ومتقطع. ولو حسيت بالوجع قوي هدي في الجري وخد نفس ببطء وعمق. أكيد ما تجريش بعد الأكل، واستنى على الأقل ساعة. جرب تضغط بإيدك على المكان اللي بيوجعك مع الشهيق. بص، هو الموضوع مش خطر، بس أكيد كلنا حسينا بيه، كأن جسمنا بيقول لنا على مهلك يا نجم، إحنا مش في سباق أولمبياد. قولي في الكومنتات مين حصل معاه الموضوع ده، وأتمنى تدوس لايك لو عجبك الفيديو. اشترك في القناة.